المطلوب يا ربنا نعمك تتر علينا يا ربنا، مقصرين يا ربنا. المطلوب شنو يا ربنا بعد هذه النعم؟ شمس وقمر وليل ونهار وهواء ونعم ومأكل ومشرب ومضيع ومتكى ونعمة ولد ونعمة إسلام ودين وقرآن، وأكبر نعمة نعمة بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. المطلوب يا ربنا مطلوب إلا العبادة. ما عندك في الكون تحرك إلا تتحرك تعبد الله بس، ما عندك تاني شغلة بتصنعها فوق ولا تحت. لا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. أصلا الله خلقنا العبادة. شوف ابن عباس ترجمان القرآن حبر الأمة ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في هذه الآية وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال إلا ليوحدون التوحيد. الله واحد في الكون، ما معه لحاق بعيد ولا معه طيب باعه، واحد. أنما إلهكم إله، تم الآية ناسيت ناس القرآن، إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. الله دايرك للعبادة. الله خلقك من ماء مهين وعدك في بطن أمك، دي المرحلة الأولى مرحلة التكوين. أخذت 9 شهور و9 يوم أنت في فندق مجان، ما بتدفع قريش، في قراصة جوا بالتقلية، في لبن بودرة، في برجر جوا هنا. 9 شهور و9 يوم أنت في بطن أمك في فندق مجان. إن دخل عليك ملك جوا وقال لك بعد ده أنت حتمرق وتملك زد اس وتملك جرار فيه 22 لسك، ما بتقول لك الضاء يا أخي أنت في حاجة بسيطة كده. الله جا قال ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام، السلام عليكم، كسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر. 9 شهور انت قدر الفريق بالخطير قدر التمركز دسع اللي بيشيل قميص وبنطلون وما تعرف نظارات وعبايه وقنقبايه ويسوي لك نحن اولاد البلد. هذا انت كنت مو تعبان، هذا انت كنت ما فوقك حاجه يا اخي، ضعيف يا اخي والله. الانسان لما اتولد من بطن امه غسلوا شخصا لا يعرفه الى الان. حداك يجيب لي واحد يقول لك عرفته والله الشخص اللي انا غسلني عارف يومك طلعت من بطن امك، غسلتك دايه، غسلتك امك، غسلتك خالتك، الغسله كم تعرف؟ كان مادي لي في الفيس واحد شايلينه كدي 100 كيلو ونص، ده انت كنت كدي وعمك المانع ده برضه كان كدي. 9 شهور يا زول انت مركت من بطن امك غسلوه غسيل، لا عندك عبايه ولا عندك جلابيه ولا بتملك قطعه ارض ولا بتملك فيلا ولا بتملك عكاز ولا بتملك كلاش، ضعيف. حترجع ضعيف، ترجع يغسلك شخص برضه ما بتعرف. يوم الموت بتقول اللي بغسل فيه كده منه ما حتعرف. جيت يغسلوك غسيل وحترجع يغسلوك غسيل.